وإذا بفضل الله وحكمته البالغة يكشف لك سبحانه ما تكتمه الضمائر وتخفيه الصدور، فينير بصيرتك بحقائق النيات، ويجلي لك ما أغلق على غيرك من أسرار القلوب وخبايا النفس. ليس هذا الكشف الإلهي ليدخل عليك الحزن والضيق، ولا ليثقل كاهلك بهموم زائدة أو أسى متجدد، بل هو رحمة مقدرة وعناية محكمة يريد الله بها أن يمن عليك بالنجاة ويحيطك بحفظه وعصمته. فإن الرب الحكيم إذا أراد بعبد من عباده خيرا فتح له أبواب المعرفة بما يحيك به الأعداء ويضمره المنافقون، ليكون على بصيرة من أمره وليسلك به طريق النجاة قبل أن يداهمه الغرر أو يفاجئه المكر. وفي هذا الكشف العجيب تجل لرحمة الله وعطفه، حيث يخرجك به من حبول الغش وحبائل الخداع إلى فضاء الأمن والسلامة، ومن ظلمات الشك والوساوس إلى نور اليقين والطمأنينة. ولولا هذه الرحمة الإلهية لبقي المرء غريرا بما يظهره الناس، ولغرق في لجة الجهالة بحقائقهم. فالحمد لله الذي ينجي المؤمنين برحمته